هكلمكم النهارده عن آلام الكعب. هل كل آلام الكعب معناها ان انا عندي شوكة؟ انا الدكتور عماد رفائيل، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل الصناعية والمناظير. مش كل آلام الكعب معناها ان انا عندي شوكة عظمية. ممكن يكون عندك التهاب شديد في بطانة الكعب معاه شوكة او معهوش شوكة. ممكن يكون عندك املاح زايدة مترسبة في بطانة الكعب سواء باينة في الاشعة او مش باينة في الاشعة. ممكن يكون قلة شرب المية احد اهم الاسباب لوجود آلام في الكعب. وممكن يكون طبيعتك بتقف فترات طويلة او ما بنلبس حاجات مريحة في رجلينا، ممكن تكون دي احد اهم اسباب آلام الكعب. فلو عندك ألم بالكعب فبالتبعية لازم تشرب مية كتير، تقلل وقوفك، تعمل كمادات تلج على كعبك، تغير طباعك الغذائيه، تشرب سوائل كتير وتقلل الاملاح في اكلك. لو ما تحسنتش يبقى انت لازم تكشف عشان تعرف الم الكعب جاي منين. انه ممكن يكون في ترسبات املاح على مدار وقت طويل عامله التهاب مزمن في بطانه الكعب، وده احنا بنسميه البلانتر فاشايتس. علاج الام الكعب دلوقتي بقت متعدده وكتيره جدا، من علاج تحفظي او علاج بالحقن الموضعي. زمان كنا بنحقن كورتيزون بس، دلوقتي بنحقن كورتيزون وهيلورونيك اسيد، ماده جيلاتينيه في الكعب مخصصه لعلاج التهاب بطانه الكعب، وبنعمل جلسات موجات تصادميه لتفتيت شوكه الكعب. والاهم من كده كل ده ان احنا نعرف ايه السبب ونعالجه. الرساله اللي عايز اوصلها ان مش كل واحد عنده شوكه في الكعب لازم يكون عنده الم، والعكس صحيح، ان مش لازم كل واحد عنده الم في الكعب لازم يكون عنده شوكه عظميه. الرساله الثانيه ان علاج الشوكه العظميه اصبح سهل جدا. نمره 1، دور على السبب، عالج الاملاح، اشرب ميه كتير، غير طباعك الغذائيه. ولو ده كله ما جابش نتيجه، اعرف ان الحقن الموضعي او الحل الجراحي بالمنظار ممكن يكون حل نهائي لعلاج شوكه الكعب.